والله العظيم والله ما عدى هيكلم. انا اول حاجه هقولها للريس الف سلامه عليك. ما تستاهلش كده، تستاهل بوس الايدين. مش عارفه اقول لك ايه، انا زعلانه ان يحصل لك كل ده. المفروض الرئيس يتكرم احسن تكريم. مش هي دي النهايه ابدا، دي هتبقى البدايه، ولازم ترجع يا ريس. احنا مستنيينك، ولو في انتخابات انا هنتخبك حتى لو مش نازل انتخابات. انا ما ينفعش تبقى في رئيس غيرك. 25 ابريل 25 ابريل ده بيفكرني يوم ما مسكت العلم وبوسته وعلقته في سينا ورجعت لنا الكرامه. احنا مش عارفه اقول ايه. انا اللي بيحصل ده غلط، اللي بيحصل ده يعني سكينه في قلبي. بنحبك وبنحب مراتك اللي بتتهان النهارده، اللي هي كانت احسن واحده، كانت كله بيبص في الرجلين. النهارده خلاص الموضوع ده اتنسى. انا مش عارفه ايه الناس دي. ده انت لو بتربي كلبه وقطه النهارده هتبقى واقفه وراك. انت ربيت كام؟ 86 مليون 86 مليون لاقيين ياكلوا ويشربوا، ولحد النهارده بناكل من خيرك يا ريس. انت رئيسنا وما نرضاش برئيس غيرك. مش عارفه، انا في اي حته بسافر فيها بقول رئيسنا مين، بيقولوا لنا مبارك. النهارده بيضحكوا علينا، بيقولوا هو ده انتوا خاينين. انا اخواتي بيتصلوا بيا من بره بيقولوا لي ايه اللي بتعملوه ده؟ مش هو ده الرئيس؟ مش هو ده اللي انقذنا؟ مش هو ده اللي منع الشلل الاطفال؟ المدام بتاعته اللي بتتهان النهارده، مش هو ده اللي منع شلل الاطفال؟ مش هو ده اللي عمل الست اللي شحتت من كل بلاد العالم الكتب عشان تعمل لنا مكتبه في اسكندريه، اللي النهارده بتتهان وبيتشالوا اساميهم؟ عيب عيب عيب. انا مش عارفه اقول ايه. انا لو اقدر هعمل كل حاجه. النهارده بيحاكموك يا ريس، النهارده بيحاكموك ليه؟ واللي بيحاكمك ده في يوم من الايام كان بيبوس ايديك. ايه اللي بيجرى ده؟ ايه ده؟ احنا خاينين للدرجه دي؟ نسينا ان كله كان بيجي ان هو يتذل في مصر. يعني ايه ده؟ انا مش عارفه إيه ازاي ده. انا ليل نهار ما بنامش. ازاي؟ ايه اللي حصل في مصر؟ ايه اللي قلبه؟ لو ايران تشيل ايدها مننا، لو افغانستان تشيل ايدها، احنا مصريين. اسرائيل اللي واقفه على الحدود، اسرائيل في 60 داهيه الناس دي. انا ما احبش بلدي تتهان ولا رئيسنا. هو رئيسنا وهيفضل رئيسنا لحد ما انا اموت، وعيالي ورثوا الموضوع ده مني عشان هما شافوا الصح. ماشيين في الشوارع كنا في منتهى الامان. احنا عشنا في مصر في منتهى الامان، احنا واجدادنا من ايام نبار باشا. شفنا الحلو وشفنا المر، بس مش ايام السادات، مش ايام مبارك ما يتهانش. مبارك رمز، مبارك سينا، مبارك الغردقه، مبارك شرم الشيخ اللي النهارده حاطينه 1000 كورنر في شرم الشيخ. ليه؟ مش هو اللي عمل شرم الشيخ؟ مش هو اللي عمل كل حاجه حلوه في مصر؟ النهارده ايه اللي بيجرى؟ ايه اللي بيجرى؟ انا مش عارفه مين اللي ورا كل ده. لازم تحاسبوه، مش مبارك اللي يتحاسب، مش مبارك. وبعدين احنا فداك. انا عندي استعداد يوم ما يقولوا محاكمه، وطبعا ده مرفوض، اقول انا اول واحده اقف جنبك واخش انا مكانك. انا عندي استعداد. اهي المحافظه جنبنا، النيابه جنبنا، ان شاء الله هنعمل طلب باستبعاد اي تهم لك يا ريس. احنا فداك انا وولادي وعيلتي كلها فداك. انا كل اخواتي بيحبوك بره وجوه. احنا مصر ما ادتناش حاجه بس احنا اخدنا منك يا ريس. انت رئيسنا وهتفضل رئيسنا اليوم ما انا اموت. والف سلامه عليك. ما تستاهلش